ربي غير موت الثرى المشفى في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي ما له من مشبع فازت مدعو به من يموت بحبه نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. نعم ذاك المصطفى ذو مروءة والوفاء فضل أحمد ما خفى شرقها والمغرب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا ذكي المنصب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير من وطئ الثرى المقدم في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على والسلام وعلى الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي.
ذكره منه مع الشيخ عبد الله المذكور. قال وأوردت عليه كلاما في معنى نسيم الأسحار إلى آخر ما قال. وعرضته على الشيخ عبد الله المذكور فقال لي ارفع نحن إلى المقام الذي أنت فيه، وإلا انزل إلى مقامنا وبنجيبك في ذلك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وأيضا حكي عن المحب الصالح عوض بن محمد مهيدي ساكن بلد حريضة، قال خرجت مع سيدي الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس رضي الله عنه من بندر الشحر في قطار أهل بلد حريضة خارج بندر المكلا، وظلينا في غيل باوزير وروحنا من غيل باوزير ومعنا دابة، فلما وصلنا تحت غفيت قالوا لنا إن القطار تعدى أمس علينا، فسرنا قاصدين القطار إلى أن انتهينا غير الحالكة في تلك الروحة، واتفقنا بالقطار الذي خرج من المكلا فيه، وكان ما بين غير باوزير وغير الحالكة قريب من مرحلتين إلى آخر ما حكي عنه. وأيضا أخبرني سيدي الشريف الصالح محسن بن أحمد بن سالم بن أبي بكر العطاس ساكن الحميشة، قال جاء الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس رضي الله عنه إلى بلد قبضين يوم الجمعة قريب وقت الظهر، وتقهوينا نحن وإياه في مكان الشيخ عمر بن زحوم با جابر. وبعد القهوة خرج الحبيب أبو بكر بن عبد الله رضي الله عنه من قبضين، وكان ذلك يوم الجمعة متوجها إلى جهة وادي دوعان، ولا ظنينا أنه يدرك الجمعة بمشهد الحبيب علي بن حسن العطاس. وفي اليوم الثاني ليلة الأحد ضووا آل با جابر من بلد قيدون، وقالوا لنا إن نحن صلينا الجمعة أمس نحن والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس في بلد قيدون إلى آخر ما قال. وأيضا أخبرني المحب الصالح الشيخ محمد با عمر الحاج ساكن بلد خنفر، قال رأيت الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس في بلد خنفر بعد مجيئه من بلد حريضة، وفي ذلك اليوم بعد العصر الماسي رأيت الحبيب أبو بكر المذكور خرج من البلد ودخل قبة الحبيب عيسى بن محمد الحبشي وحده زائر، أو بعد الزيارة خرج من القبة ومشى على طريق غيل الخضير قاصدا شعب الخضير، وهو على نظري وسرت في قضاء حاجة لي، ورجعت إلى المسجد لصلاة المغرب بمسجد الحبيب عيسى، وصلى بنا الحبيب أبو بكر صلاة المغرب. وفي اليوم الثاني اتفقت بالحبيب سالم بن علوي الحبشي في بلد خنفر بعد مجيئه من شرج الخضير، وصار مذاكرة نحن وإياه في الحبيب أبو بكر. قال الحبيب سالم شفناه البارح في ذلك الوقت دخل قبة الحبيب شيخ بن أحمد بشرة الخضيرة، وبعد دخوله القبة ما عاد رأيناه إلى آخر ما قال. وقال رضي الله تعالى عنه آمين. وأيضا بعد وفاة سيدي الوالد أبي بكر رضي الله تعالى عنه اتفقت بالشيخ محمد با عمر الحاج المذكور في بلد خنفر بعد مجيء من بلد حريضة، ووصاني وقال لي إذا رجعت إلى بلد حريضة سلم على والدك وقل له يسلم عليك الشيخ محمد الحاج. وبعد رجوعه من وادي عمد إلى بلد حريضة زرت الوالد أبي بكر رضي الله عنه وأخبرته، قلت له يسلم عليك الشيخ محمد با عمر الحاج ساكن بلد خنفر، وأخذنا أيام في بلد حريضة، وبدا لي نب في الوادي واتفقت بالشيخ محمد المذكور، فبدأني بالخطاب وقال لي إنك بلغت السلام، وقد أخبرني الحبيب أبو بكر بذلك إلى آخره رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنكم. وقال الحبيب أبو بكر عطاس في كتابه تذكرة المصطفى إلى قوله وحافظوا أيها الأولاد والإخوان الآداب المحمدية والأخلاق النبوية، وربوا أولادكم بتربية العلوية، فتربية البنين والبنات من أهم المهمات التي أضاءها الناس في هذه الأوقات، بل هي أساس الدين وعليها المدار عند سلف الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ومعنى نحل أعطاه. وقال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله مع أنبيائه وأصفيائه. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده، أو قال أحدكم ولده، خير له من أن يتصدق بكل يوم بنصف الصاع. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ علق صوته حيث يراه أهله. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان
لأن يربي فيه الرجل جربا خير له من أن يربي فيه ولدا، وذلك عند فساد الأزمنة والأمكنة وفساد المربيين والأساتذة المفسدين الذين سلم إليهم مدار المسلمين بعد أن تخرجوا على أيدي المشركين الضالين المضلين، أو على أيدي المسلمين المنافقين المذبذبين. يأتي إليهم الولد الناشئ على فطرة فيسقونه ويرونه من مياههم الخبيثة المرة، ويعود إلى أهله بعد حين وقلبه ناشف من الخير بالمرة، ليس فيه من الماء الإيمان قطرة. ولقد صدق عليه الصلاة والسلام حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك بإدخال الوالد ولده إلى مدارس اليهود والنصارى أو مدارس المسلمين التي تخرجت أساتذتها على أيدي اليهود والنصارى، فإنها في الإفساد والإغواء والإدلال سواء، مائلات عن الاعتدال والاستقامة والسواء. فكيف يجوز للمسلمين أن يسلموا مدارسهم إلى هؤلاء الشياطين المضلين؟ وكيف يجوز لآباء الأولاد أن يسلموا أولادهم مجرة أعينهم إلى هؤلاء المربين المفسدين؟ ولو قيل لهم: أتحبون أن تكون أولادكم على مثال أساتذتهم في العلوم والأخلاق؟ لقالوا بأجمعهم لا، ومن خلق سبع الطباق. وقد أشار خير العباد وسيد أهل الرشاد إلى ما سيكون في أمته من الإدلال والإفساد بقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقد بلغنا عن سيد الإمام العارف بالله أحمد بن إدريس المغربي أنه دخل إلى بعض مدارس زمانه، ولما خرج منها قيل له: كيف رأيت رجال التدريس؟ فقال: رأيت كراريس بأيدي أباليس، وليست شعري ماذا يقول لو رأى أساتذة مدارس هذا الزمان الخسيس الذين يلعب بهم لعب الصبيان بالكرة شيخهم إبليس فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلام على إخواننا والأحبات، سلام كأنفاس الصبا في اللطافات، وكالمسك ناشرا إذ تهو بطيبتي، نسيمات وادي المنحنى حيث هبتي. سلام على الأحباب أن تبعدت منازلهم عنا فعن غير جفوتي، فإن لهم في القالب ذكرا وموضعا، وهم نصب عين القالب في كل حالتي. إذا ذكرت أوقات واصل تصرمت لنا بربا نجد وأوطان طيبتي، ومجتمع
الأحباب في كل مربع بأسمار أنس من حديث الصبابة. بكت عين قلبي بالدموع وبالدماء، فوا حسرتي حتى أموت بحشرتي، ووالاه في يا حزن قلبي ولوعتي على جيرة من خير عرب وجيرتي. سليل الشيوخ العارفين معادن السرائر والعرفان يا أهل الولاية، لنا منهم نعم الصلات ومحكم الروابط في أحكام علم الطريقة. فعنهم أخذنا واكتسبنا حقائق طرائق عن صدق وصافي مودتي، فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. فيا أحمد الحبر المبارك يا ابن من سما بعلو القادر بين البرية، فعن عيدروس سر بعد عفيفه إلى الشيخ قاد بالعارفين أئمتي. Mobil pelat BN 2328AL minta dipindahkan tempatnya. BN 2328AL ngalangin jalan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa min mu'allafatih kitab Qurratul Ain min manabikil wali Umar bin Muhammad bin Husain. Lam yadhkuruhu fi kitab Nur Safir alladhi naqalaha tarjamatu hadhihi minhu. لأنه رضي الله عنه ترجم نفسه في هذا الكتاب عن النور السافر قال إنما هو من باب التحدث بالنعمة الله ولم أرى في نعم الله التي أنعم بها على بل الإسلام والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة أجل منه وأفاد أن جميع ما ذكره من المناقب دون هاتين النعمتين اللتين هما الإسلام والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف في كتابه تحفة الأحباب بذكر مناقب الحبيب علوي بن عبد الله بن عدروس بن محمد بن شهاب قال رضي الله عنه وكان رضي الله عنه يحكي عن الحبيب عبد الله الحداد أنه لما ابتدأ ظهوره حسد حتى إن رجلا سار إلى عينات فدخل إلى عند منصب الشيخ أبي بكر فقال له إن عبد الله حداد بغى مثل الشيخ أبي بكر ألقى ديوان وتصانيف. فلما دخل الحبيب عبد الله لزيارة الشيخ أبي بكر دخل إلى عند المنصب فقال له المنصب في أثناء كلامه معه
سمعنا أنك بغيت مثل الشيخ أبي بكر، ألقيت وألقيت. فقال الحبيب عبد الله للمنصب: ومن الذي أعطى الشيخ أبا بكر؟ فقال المنصب: الله. فقال الحبيب عبد الله: باقي أو ذهب؟ فقال المنصب: باقي باقي باقي. وهل يعطيني أم لا؟ فقال المنصب: يعطيك وزيادة، يعطيك وزيادة، يعطيك وزيادة. ومع المنصب قرن زباد. فعابق الحبيب عبد الله ورجع المنصب يسير من عناد يحضر مدرسة الحبيب عبد الله بالسبير كل أحد. وكان رضي الله عنه يحكي عن الحبيب محمد بن علي خليل صاحب الغرر أنه يقول: إن من الناس لم يكونوا كثير أعمال، ولكن بسبب اعتنائهم ومداومتهم على زيارة زنبل يبلغون ما يبلغونه أهل الأعمال الكثيرة، أو كما قال. وقال رضي الله عنه: لو سرت في حضرموت كلها ما بات تجد برزخ مثل هذا البرزخ، بات تحصل قبر مثل قبر الفقيه فين أو قبر السقاف. وكم مقام عظيم جم. دخل درويش إلى تريم فسئل عن تريم فقال: كل بلدة دخلتها أجد النور إما عند قبر أو في مسجد، وأما تريم وجدت النور عند قبورها وفي مساجدها وفي شعابها وفي طرقها، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. من كتاب رحلة الحبيب علوي بن علي الحبشي إلى مدينة فالمبان، إلى أن قالوا: في الساعة 7 ابتدأ المرحبون بقدوم سيدي يفيدون، فتقبلهم سيدي بالبشاشة والبشر، وجلس يتحدث إليهم بما يلائم طبائعهم. وقد عرف سيدي أن أغلب عرب فالمبان لا يجيدون العربية، فكان يمزج كلامه أحيانا بالعربية وأخرى بالإندونيسية تمشيا معهم وأخذا لخواطرهم، فاستأنسوا لحديثه. وقد كانوا يسمعون سيدي وقد كانوا يسمعون سيدي. أما الآن فقد شاهد من بعد أما الآن فقد شاهدوه عيانا ورأوا أكثر مما يسمعون، وآنسهم جدا لقوة منه من ملاطفة في الحديث وستر الأحوال معهم في الكلام الممزوج بالمزح. وسرد بعض الحوادث المسيلة، وظل الناس يفيدون عليه أفواجا ووجدانا، طائفة يأتي وطائفة تروح، ومنهم من يبقى ملازما له طول الجلسة، بل منهم من لازمه طول المدة التي مكثها في فالمبان صباحا ومساء، لا يفارقونه إلا عند الرقود. منهم السيد الوقور ذو الرقة والخشوع عبد الرحمن بن محمد السقاف، والسيد المفضال ذو الإغلاق الحسنة محمد بن محسن الحامد، والسيد الجليل المحب للصالحين عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي. لا يفوتهم مجلس من مجالسه، بل لا يمر عليهم وقت من الأوقات إلا وهم ماثلين أمامه. وقد استأنس سيدي بهم جدا، واسترسل معهم في الكلام، وأخرجوا منه كلاما لم يعهد أن تكلم به عندهم، وستر فيما بعد يجري منه كلامهم في بعض المجالس. وأتى صباح ذلك اليوم السيد شهاب الدين بن حسين بن شهاب أحد حذاك فالمبان، فاستأنس به سيدي وتحدث معه طويلا، وواظب على أغلب مجال سيدي وروحه. ثم سألوا سيدي عن رحلته في فالمبان وعدم تأثير السفر عليه، فقال لهم: الحمد لله، بتنا البارحة بأحسن ليلة، ولم نحس بتعب ولا غيره، كل ذلك باجتماعنا بكم. ما لقينا من ترحاب فالمبان عجيب، نحن هو هاجم وانشرحنا فيها. وقد كنت أسمع مرات كثيرة أن فالمبان هذه بلد مسلوفة، ولكني ثبت عندي وتحققت ذلك لما دخلتها، فرأيتها شريحة وفيها روحانية جم، والجماعة والأولاد العم علوي كلهم أخذوا بخواطرنا جم، جزاهم الله خير. وكذلك الخال محمد ما خلى علينا قاصر، كل ما نعتاده ونألفه في سولو وجدناه هنا، فوق الذي لا نعهده من عادة أهل فالمبان التي أغلبها كانت موافقة عندنا. وجدنا هذا هو وطعمنا ذا وذاكم، فجزاكم الله خيرا. وبعد أن تحدثوا في شتى الأحوال، خصوصا
ما له إلمام بأخبار الصالحين ومجالسهم. تكلم السيد محمد بن محسن الحامد بالنيابة عن الحاضرين فقال: الحمد لله، الآن ربي قد جابكم إلى هنا عندنا وشرفنا بقدومكم، بغيناكم تطرحون نظركم علينا خاصة وعلى أهل فلمبان عامة، بما في ذلك أهلنا وأولادنا وأصحابنا. فقال له سيدي: ونحن كذلك ما نجي فلمبان إلا ونحن طالبين ومستمدين من صالح أهله، لأن سر الله في خلقه. فقال السيد محمد بن محسن: أما اليوم فقد جاء نحن السيل إلى القربة ولا عاد بان نسيبه. فقال سيدي: حسن ظنكم الذي أنطقكم بهذا الكلام، وربي ما بيخيب ظنكم، وكل قاصد ربي بيبلغه قصده، وكل ذي نية ربي إن شاء الله بيحقق له كل ما نواه وأمله، ولا هو كبير على ربي أن يعطي كل سائل ما سأل، وطلب كل طالب بالقبول، فخزائنه ملانة وأبوابها مفتوحة. ثم ألح سيدي محمد بن محسن على سيدي في طلب الإجازة له وللحاضرين. فقال سيدي: الإجازة لا منكم، أنتم كتاب آل الشيخ أبو بكر، فالجد أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب شيخه الشيخ أبو بكر. فقال السيد محمد: هؤلاء لهم شان آخر، وأما نحن اليوم مستمدون والمسقل لا واحد. ولما رأى سيدي شدة الإلحاح وصدق الرغبة لم يسعه إلا إجابة الطلب، فأجاز الحاضرين جميعهم بما صحت له فيه الإجازة عامة، وفيما أجازه فيه والده وشيخه الحبيب علي إجازة له خاصة، فقبل الحاضرون منه الإجابة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود، واغفر لنا أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطا، وكن لنا يا معين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وهب لنا ما نروم من نافعات العلوم، عسى بفضلك نعوم في بحر حق اليقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد، وفي جنان المزيد عسى من الخالدين. يا أرحم الراحمين،
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عور المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولد الفاتحة وقراءة سمت الدرار على ما نواه صاحب المولد وعلى ما نواه أسلافنا الصالحين عند قراءة الموالد أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا ينيلنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل
مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوات. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجليا القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بتعداد ولا يمال تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظ العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد راده رفعة في شؤونه وكمالا
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان كثيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار علي شرف الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار علي شرف نزلت مسرور يا قلبي بذكر السلاف أهلي وما المثل أهلي في السلاف والخلاف الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار علي شرف سادت قلبي بهم دايم وهو في شغف إذا ذكرته صفات القوم دمعي ذرف الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار علي شرف أوصافهم تعجز الوصف إذا قد وصف كم عبد منهم له سر الخفي انكشف الله يا الله 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 يا الله
يا رب صل على المختار عليه شرف. ومن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف، ومن تعلق بهم أدرك جميع التحف. الله يا الله 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 يا الله، يا رب صل على المختار عليه شرف. لا تهملوني وشلوا من قدايا النكاف، مدوا إلى الله يهلي في هواي كاف. الله الله يا الله 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 يا الله، يا رب صل على المختار عليه شرف. فاطف علينا فإنك خير من قد عطاف. يا رب صل على المختار عليه شرف. لك بحر حالي وكم من عبت منه اغتراف. رب صل على المختار عليه شرف. فلا تغشاك يا حيث خصال الشرف. يا رب صل على المختار عليه شرف. ولك وصاحبك ومن بالحب فيك اتصاف. يا رب صل على المختار عليه شرف. عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف. يا رب صل على المختار عليه شرف. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسراب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام
عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابه قلم والقرطاس وتتنزه بأهدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودع عن هذا النور المبين أسلب بطون من شرفه من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمنه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وحملت به برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه أثر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوبة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة
وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تذر الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. الرب صلى دائما وسلم لا يا الله على المكرم له ما زمزم الحادي وما ترنم لا في الليل أظلم شيء لله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترى نام يا الله في الليل أظلم شيء لله. أرجو إلهي ذا الجرى والإفضال لا يا مولى الموالي شيء لله. يفتح على قلبي سني الأحوال لا يا الله من كل عالي شيء لله. الرب صلى دائما وسلم يا للمكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيء لله. مما منح أوتادها ولا بدل يا الله أهل الكمال شيء لله. واغوثها وافرادها ولا قطاب يا الله نعم الرجال شيء لله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيء لله. يا الله بذره من محبة الله لا يا الله تحيي الفؤاد شيء لله. أفنى بها عن كل ما سوى الله لا يا الله بين العباد شيء لله. الرب صلى دائما وسلم لا يا الله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله في الليل أظلم شيء لله. وما أراجي اليوم كشف كربه لا الله مما أعاني شيء لله إلا انصفى لي مشرب المحبة لا يا الله في كاس هاني شيء لله. الرب
الرب صلى دائما وسلم لا يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله في الليل لا ظلام شيل الله واعلم بأن الخير كله أجمع لا يا الله إن كنت تسمع شيل الله ضمن اتباعك للنبي المشفع لا يا الله الباب فاقرع شيل الله الرب صلى دائما وسلم لا يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله في الليل أظلم شيل الله صلى عليه الله ما تشعشع لا يا الله من كل مطلع شيل الله فجر وما سالت شيول الأشعاب لا يا الله منها تفرع شيل الله الرب صلى دائما وسلم لا يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله في الليل أظلم شيل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيثا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد للكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وانا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبل. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. وبجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد. الله واهدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله. ربي فاغفر
الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على يا ربي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله عليه Di hadapan kita ada 5 anak yang akan diresmikan namanya yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah 5 anak ini semuanya dengan nama yang baik. Pertama Sayyid Muhammad bin Idrus bin Syihab, dan yang kedua Syarifah Fatimah Az-Zahra bin Negib bin Umar bin Syihab, dan yang ketiga Syarifah Rajwan bin Umar As-Sagaf. Kemudian Syarifah Khadijah Alwiyah binti Ali Al-Kaf. Kemudian Syarifah Fatimah binti Fatimah Aliyah binti Syarif Hidayatullah Al-Kaf. Dan selanjutnya Sayyid Ahmad Zain bin Muhammad Fikri bin Umar bin Abi Bakar Al-Kaf. Semoga anak-anak yang diresmikan namanya akan menjadi anak yang saleh, salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam muslimin, nusa dan bangsanya, ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para habaib, para tetamu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Alhamdulillah, setelah kita membaca Maulid Simtud Durab yang dikarang oleh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi
dilanjutkan dengan magam dan tasmiyah. Sekarang acara yaitu akdun nikah antara As-Sayyid Ahmad bin Hasan bin Ali bin Abdurrahman Al-Madihi dengan Syarifah Fatimah Hanun Fatimah Hanun binti Ruqayyah Hanun binti Umar bin Alwi Asgab wali dalam hal itu yaitu ayah kandung. Mas kawin berapa, Man? Mas kawinnya Rp500.000. 2 orang saksi insya Allah akan dicatat di KUA nanti, dan semua kita yang di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah nikah kami mintakan belum masih ini kan. Kami mintakan pada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab untuk membaca khutbah nikah. Namun kita nunggu dulu acara akikah berapa orang, ada 6 atau 7. Yang bersunat tadi 30. Alhamdulillah 30 orang. Yang belum bersunat banyak kayak. Nambah lagi tahun depan kayak insya Allah 50 kayak sunat. Luar kayak tahun depan banyak insya Allah. نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويسحب لهما اللطف والصحة والعافية ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Inilah Abi Umar gitu. Bismillah. Dengar bagus. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matih al-ma'bud bi qudratihi al-marhub min 'adzabihi wa sadwatihi al-muta' bi sultanihi النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر عجل ولكل عجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله كذبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. يا سيد أحمد بن حسن بن علي المديحي أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا سيد أحمد بن حسن بن علي المديحي زوجتك وأنكحتك ابنتي رقية حنون سقاف بمهر 500,000 روبية نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وأخرج منكما الكثير الطيب وجعل في قدومكما قدوم الخيرات والبركات والمسرات ويرزق لكما الرئيسية معنوية وينزل منكما الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببهم. الحبيب الولي الحبيب أحمد بن حامد الكاف أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وعنوانه وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا من ثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومهم بعده من جل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وأيض لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعن لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا ذاكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعلنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون ولا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قول الله أحد وأمرتين رحم اجتمعناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنته برحمته خصوصا صاحب القرار الحبيب العرب الله الولي من أولياء الله حبيب أحمد بن حمد الكرب أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيدها علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله أستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمده وفي نعمه ويكف مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد وأتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهدي أثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وابنه بجل واسمه فرم وإلى روح سيدنا العظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي واسمه فرهم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف ثم إلى الفخر جل بكر بن سالم ثم إلى الحبيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش وشعر الإبارات ثم إلى الحبيب قطب الإشار وزير بار بلا صبهم دار الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى أرواح جميع الأنبياء وإنما كانوا مشرك الأرض إلى مغاربها من الأقطاب والأنجاب والأوتى والأبرار والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين والحاضرين من شيخهم أجمعين والفقهاء محدثين والقراء المفسرين وأولي القرآن أجمعين وأهل الصوفية المحققين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدم إلى هذه المنطقة هذا الجيش وهذه البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح المجتمعنا هنا بسببهم المذكورين أسمعهم ولم نذكر منهم أنت أعلم بهم الحبيب الولي العربي الله الحبيب أحمد بن حميد الكاب ثم إلى روح الحبيب حامد بن أحمد بن حميد الكاب ثم إلى روح خديجة ثم إلى روح محمد بن حامد الكاب ثم إلى عبد الله بن عقيل المنور ثم إلى الهبابة بدرية بنت عقيل المنور ثم إلى الحبيب أحمد نوفل خينة الحبيب بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بها سبحان الله تهديهم بها سلام وآخرنا الحمد لله آمين. وبارك عليه وعلى آله
وحين برز صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. مع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين غايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدوات الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم تأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين.
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يسعد الأمور سيدي يا سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa sahbihi ahli suluki wal adab. Al-mukarramun wal muhtaramun, orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Asgab, Al-Habib Ali Al-bin Hamid, guru kita Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kab, para asatid, guru-guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhsin Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi dan lain-lain yang alladzi la azkur asma'ahum, akan tetapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim kami kepada mereka. Wabil khusus tamu kita ad-da'i ilallah Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Ahmad Pad'aq yang hari ini sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui, mulai dari tadi malam khatamul Quran di tempat ini, di rumah ini diadakan khatamul Quran. Selanjutnya pembacaan burdah di pagi hari, dilanjutkan dengan ziarah, lalu juga ada sunat, ada khitanan. Kemudian pada saat ini kita juga sudah melangsungkan acara akdun nikah, dilanjutkan dengan tasmiyah, maulid, yasin, tahlil dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan berkah untuk kita semua sebagai hadiah untuk keluarga kita yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Pad'aq, dilanjutkan dengan tasyakkur, kalimat tasyakkur dari Habibana Al-Ustaz Bagir bin Abuya Naufal Al-Kab. Ada baiknya kita sejenak mendengarkan managib daripada sahibul hal ad-da'i ilallah Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hamid Al-Kab yang akan disampaikan oleh salah satu cucu beliau As-Sayyid Al-Ustaz Fikri bin Muhammad Ba'bud. Fa'alaihi falyatafaddal. Udhkurus salat ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimul khafiyat al-muhit bima yajri min tuhumil ardina ila al-samawat alladhi akrama awliya'ahu bima awlahum min jalil silati wa azimil hibad wa tahhara asrarahum min danasil iltifati ila al-faniyat ونفى ساحة قلوبهم من خبائث الأخلاق المنكرات وحفظ ظاهرهم عن ارتكاب المخالفات وإتيان السيئات وطيب بواطنهم وزينها بما أودع فيها من الحقائق الكليات والعلوم اللدنيات وحل جواهرهم وحسنها بما هداها له من الأعمال الصالحات والطاعات الزكيات. أولئك أصفياؤه الذين لا يمنعون من دخول حضرتي ولا يهجبون عن مشاهدتي في كل وقت من الأوقات. وصلى الله على قطب الدوائر وإمام الأوائل والأواخر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بكمال الاتباع له من بين سائر البريات. Berikut adalah sekelumit biografi atau managib daripada sahibul khawal
Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Nasab beliau adalah Al-Habib Al-Barakah Nuskhatus Salafus Salih As-Sayyid Al-Sharif Al-Allama Ahmad bin Hamid bin Alawi Al-Kab Al-Mulaqab bi Yusrain. Ittasala nasabuh ila Sayyidina Imam Ahmad Asy-Syahidaini Asy-Syahid bin Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila Sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Al-Imam Muhammad An-Nagib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far Sadiq bin Al-Imam Muhammadul Bagir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam As-Sibit Al-Thani Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimatuz Zahra binti Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Alawi Al-Palambani. Kelahiran dan tumbuh kembang beliau radhiyallahu anhu dilahirkan pada kisaran tahun 1291 Hijriah di kota Pekalongan, Jawa Tengah, dari kedua orang tua yang soleh dan solihah. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kab Yusrain dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah Al-Jufri. Al-Habib Ahmad bin Hamid radhiyallahu anhu tumbuh di lingkungan yang kental dengan agama di bawah bimbingan Syekh Futuh beliau, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Maspurah Pekalongan. Ia memiliki keakraban yang luar biasa terhadap gurunya tersebut, layaknya ikatan ayah dan anaknya. Tak jarang Al-Habib Ahmad bin Hamid bersembunyi di bawah jubah beliau ketika sedang bermain bersama teman-teman semasa kecilnya. Dari situlah nilai-nilai spiritual dan ikatan erat dengan tradisi salaf pendahulunya begitu kokoh tertanam dalam jati diri beliau semenjak umur yang sangat dini. Perjalanan pendidikan beliau radhiyallahu anhu, saat beliau menginjak umur 10 tahun, dampak pendidikan ruhani tersebut mendorong beliau lebih jauh lagi untuk mendalami agama Allah dan berinteraksi langsung dengan peninggalan salafus saleh di tanah para wali Allah Al-Hadramut. Al-Habib Ahmad yang masih kecil itu pun berangkat bersama keponakan beliau Al-Habib Abdullah bin Salim bin Hamid Al-Kab untuk menimba ilmu di tanah air nenek moyang beliau Hadramut. Sesampainya di sana, beliau belajar dari para ulama ternama di wilayahnya masing-masing. Beliau mengenyam pendidikannya di Rubat Sewun, pesantren pertama di Hadramut yang diasuh oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibu Maulid Simtud Durar. Beliau mengambil silsilah sanad keilmuannya, hadisnya dari Mahaguru Musnidul Wadi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, pengarang daripada kitab Iqdul Yawagid di kota Ghurfah. Beliau juga pergi ke kota Tarim untuk belajar dari Mufti Tarim, yaitu Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, yaitu pengarang daripada kitab Bughyatul Murtasyidin. Al-Habib Ahmad amatlah tangkas, cepat menangkap pelajaran dan bersungguh-sungguh. Beliau mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau pun berhasil menjadi sosok penghafal Al-Quran yang juga menguasai berbagai macam bidang keilmuan, baik itu ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan lain-lainnya. Beliau juga sangat tertarik untuk menelaah karya-karya tasawuf karangan salafus saleh para wali Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi sosok guru-guru beliau di Hadramut yang belum disebutkan di manaqib yang singkat ini. Itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta antusias beliau dalam menuntut ilmu di Hadramut selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Al-Habib Ahmad pernah bercerita mengenang masa sulitnya menuntut ilmu di masa itu. Beliau berkata, dahulu ketika kami menuntut ilmu di Hadramut untuk sehari semalam, jatah makan kami terkadang tidak lebih daripada 3 butir kurma saja. Setelah menghabiskan kurang lebih 1 dekade di negeri Hadramut, pada tahun 1311 Hijriah, beliau memenuhi panggilan Allah untuk berangkat haji serta melepas rindu yang lama terpendam, yaitu berziarah kepada datuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana, di kota suci Al-Haramain Asy-Syarifain, beliau meneruskan pengembaraan ilmunya dan membulatkan tekadnya kembali untuk berguru.
mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak pernah ada kata habis dalam urusan ilmu, seolah beliau memegang teguh semboyan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mihbaro ilal makbaro. Aku akan selalu bersama tinta dan penaku sampai aku disemayamkan di kuburan kelak. Di sana beliau berguru, mengambil sanad keilmuannya dan hadis daripada saudara kandung sahibul maulid Al-Musnid Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, As-Sayyid Al-Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi, dan beliau membaca kitab Jami' At-Tirmizi dan Sunan Abi Dawud dari Syekh Sa'id bin Muhammad Babasir. Beliau juga bertemu serta mengambil ijazah dan sanad dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan masih banyak lagi daftar nama guru-guru dan masyayikh beliau lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin ya rabbal alamin. Perjuangan dakwah beliau setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali ke Nusantara, berjuang serta mendedikasikan jiwa dan raganya untuk berdakwah serta menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok ulama yang amat gemar mengajar serta mengajak orang ke jalan Allah. Beliau seringkali bepergian ke berbagai wilayah di Indonesia seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banjarmasin, Palembang dan lain-lainnya. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab sempat bermukim beberapa tahun di kota Banjarmasin, dan dari sana beliau beberapa kali mengirim surat kepada gurunya yaitu Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas menceritakan perihal kegiatan dakwahnya, juga meminta bimbingan, nasihat serta doa dari guru beliau. Sampai pada akhir tahun 1339 Hijriah beliau mendapat panggilan untuk mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut serta mengajar di sana kurang lebih 3 tahun. Lalu pada tahun 1343 Hijriah tanda-tanda kewalian beliau mulai tampak. Beliau kembali ke kampung halamannya Pekalongan, kemudian memutuskan tinggal di kota Palembang Darussalam. Termasuk daripada murid tersohor yang menimba ilmu dari beliau adalah yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahasin Palembang, yang memiliki ikatan begitu erat dengan beliau. Di satu kesempatan beliau pernah menulis, Al-Habib Ahmad secara langsung memberikan sirnya kepadaku. Al-Habib Syekhon yang kedua yaitu Al-Habib Syekhon bin Abu Bakar Gad bin Al-Kab Cipayung. Yang ketiga Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta. Di dalam kitab kumpulan biografi guru-gurunya, Al-Habib Salim menjelaskan tentang keluasan ilmu daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Beliau menuliskan, aku belajar dari beliau Al-Quran beserta 7 riwayat qiraatnya. Aku juga belajar dari beliau ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, usul, tafsir, juga hadis. Dan aku telah menghadiri seluruh kajian beliau dalam fan-fan keilmuan tersebut. Dan masih banyak lagi murid lainnya serta orang-orang yang mengambil manfaat dari dakwah serta kajian ilmu yang beliau sebarkan. Akhlak dan mujahadah beliau radhiyallahu anhu merupakan sosok yang tegas, ibarat air yang ketika tenang membuat sejuk, namun membuat kulit melepuh jika sudah dipanaskan. Meskipun begitu, beliau adalah sosok penyayang yang sangat cepat memaafkan dan begitu rendah hati. Tak jarang beliau disapa dengan panggilan Ammi Ahmad, yang menandakan kedekatan emosional antara beliau dengan orang sekitarnya. Al-Habib Ahmad adalah sosok mulia, ahli ibadah dan orang zuhud, mencintai humul atau tidak senang terhadap ketenaran dunia. Beliau sangatlah pendiam, hanya berbicara seperlunya saja, sangat jarang tertawa. Tawa beliau hanya sebatas senyuman. Dikisahkan bahwasannya ibunda daripada Al-Habib Syauqi bin Syekhon Gidmir di suatu hari tengah mendengarkan lagu gambus. Tak lama kemudian Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab masuk. Maka Hubaba pun mengajaknya untuk mendengarkan lagu gambus bersama. Namun Al-Habib Ahmad menolak. Hubaba lantas bertanya, apakah engkau tidak menyukai gambus? Tidak, jawab beliau. Hubaba pun kembali bertanya, mengapa engkau tidak menyukainya? Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab menjawab, bagaimana aku dapat senang
mendengarkan gambus dan tertawa-tawa, sementara aku belum tahu pasti akan 4 perihal yang sangat membuatku khawatir, yaitu yang pertama sakratul maut, yang kedua pertanyaan malaikat di alam kubur, yang ketiga menyeberangi jembatan Sirat, dan yang keempat serta timbangan kebaikan dan keburukan. Apabila aku telah mengetahui keadaanku kelak dengan pasti, maka aku baru bisa tenang dan akan duduk tertawa bersama kalian. Beliau merupakan sosok alim yang sederhana dalam gaya hidup dan berpakaiannya, sangat istiqomah serta gemar mengulurkan tangan, membantu orang-orang fakir serta orang yang membutuhkan. Beliau bukanlah seorang kaya raya yang memiliki harta duniawi yang melimpah, namun seringkali beliau mendatangi rumah-rumah orang kaya untuk mengambil bantuan yang kemudian beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin di berbagai tempat. Adapun mujahadah beliau sangatlah banyak. Di antaranya dalam sehari semalam beliau rutin membaca 1/7 Al-Quran, sebagaimana itu merupakan kebiasaan salaf. Juga membaca 100.000 kali salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki untaian salawat khusus yang sering beliau dawamkan, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nuran wa salahan wa sururan wa turzuqani biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Diceritakan Asy-Syarifah Kharijah putri dari Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Empang Bogor sempat berkata bahwasannya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab terkenal di Jawa Timur dengan sebutan gelar Al-Habib Ahmad Wali. Karomah beliau, karomah adalah tanda cinta Allah terhadap hambanya. Tidak melulu tentang keajaiban, sehingga karomah terbesar beliau adalah keistigomaannya yang dikatakan lebih utama daripada 1000 karomah. Meskipun begitu, banyak sekali karomah keajaiban yang Allah tunjukkan di tangan beliau, yang telah disaksikan banyak kalangan pada zamannya, entah itu ungkapan hati yang belum pernah tersebar dan lain sebagainya. Di antaranya adalah kejadian antara beliau dan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Empang Bogor pada tahun 1948 Masehi. Al-Kisah, beberapa rombongan habaib dari Palembang pergi ke kota Bogor untuk mengunjungi Al-Habib Alwi Al-Haddad. Tak kala mereka sampai di kediaman Al-Habib Alwi, beliau berkata kepada rombongan tersebut, "Untuk apa kalian capek-capek jauh-jauh dari Palembang ke sini hanya untuk mengunjungiku, sementara di Palembang terdapat seorang wali yang lebih utama dariku, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab." Tak lama kemudian beliau bercerita, "Aku mengenal Al-Habib Ahmad Al-Kab ketika penjajah Jepang ingin memasuki kota Bogor, yang menyebabkan banyak dari penduduknya mengungsi ke pelosok-pelosok desa. Aku pun bingung, apakah aku harus pindah atau tidak. Maka aku beristikharah kepada Allah. Di malam harinya aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani seorang pemuda yang berdiri persis di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah aku perlu berhijrah keluar dari kota Bogor?" Jawab Rasulullah SAW, "Tanyakan perihalmu kepada pemuda yang ada di sebelahku ini." Jawab Rasulullah SAW, "Tanyakan perihalmu kepada pemuda yang ada di sebelahku ini." Aku pun bertanya heran, "Siapakah gerangan pemuda ini wahai Rasulullah?" "Ia adalah anakku, Ahmad bin Hamid Al-Kab, Maula Palembang." Jawab Rasulullah SAW. Dari sini Al-Habib Alwi Al-Haddad mengenal Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab melalui mimpi dan hubungan di alam arwah. Setelah mendengar cerita tersebut, rombongan pun kembali pulang dan mengunjungi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Tak kala mereka hendak bersalaman dengan Al-Habib Ahmad, beliau tiba-tiba berkata kepada mereka, "Apa yang telah dikatakan Al-Habib Alwi Al-Haddad kepada kalian?" Mereka pun tercengang dan semakin yakin akan kewalian daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Termasuk orang yang hadir dalam peristiwa ini adalah As-Sayyid Husain bin Hasan bin Syahab, As-Sayyid Almarhum Syihabuddin bin Umar bin Syahab,
As-Sayyid Almarhum Syekh bin Abdurrahman bin Syahab dan As-Sayyid Almarhum Agil bin Ali Al-Munawwar. Juga diceritakan di Palembang terdapat seorang sayyid yang memiliki anak yang tengah sakit. Ia telah berikhtiar untuk mengobati anaknya kemana-mana tanpa membuahkan hasil. Lalu ia pun berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik untuk meminta doa kesembuhan kepada anaknya tersebut. Sesampainya dia di sana, Al-Habib Abu Bakar justru memberikan isyarah dan mengatakan padanya bahwa anaknya hanya bisa disembuhkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, orang yang selama ini ia kenal. Ia pun begitu senang mendengarkan isyarah dan baru yakin akan kewalian daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Sepulangnya dia dari Gresik, dia langsung mendatangi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Namun takdir Allah berkata lain. Allah telah memanggil beliau ke haribaannya dan beliau telah meninggal dunia. Wafat beliau, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab meninggal di Palembang pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1375 Hijriah dan dikebumikan di komplek pemakaman para asyraf Kubbah Al-Kab 1410. Diceritakan bahwa beberapa hari setelah wafatnya beliau, banyak berdatangan fakir miskin serta para janda yang menangisi kepergian beliau, mengingat banyaknya kiprah dan uluran tangan beliau membantu kehidupan mereka semua semasa hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat anugerahnya kepada beliau dan mengumpulkan beliau bersama para muhibbinnya di bawah naungan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Hubabah Aminah binti Salim Al-Kab dan meninggalkan 4 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Mereka adalah Habib Hamid Nawir, Habib Muhammad Hadi, Al-Habib Abdullah Burhan, ayahanda daripada almarhum Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kab, pendiri Ponpes Darul Habib Sukabumi. Yang keempat Al-Habib Ali Mahdi dan yang kelima Syarifah Khadijatul Anwar. Itulah sekelumit daripada manaqib beliau yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat mendorong diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang mengingat jasa para pendahulu serta mengabadikannya dalam kalbu dan amal perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar dapat mencintai mereka dengan sebagaimana mestinya, juga meneladani akhlak mereka dan menghidupkan kembali tradisi baik yang pernah mereka tinggalkan sehingga dapat mendapatkan syafaat dari mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Fikri Ba'bud untuk pembacaan manaqibnya. Selanjutnya marilah kita pasang telinga kita, fokuskan hati kita, kita dengarkan mau'izatul hasanah daripada guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Pad'aq fa alaihi falyatafaddal. Uzkurus salat 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-a'izza wal asatidatil fudala hadirin rahimakumullah. Wa nakhussu bidhikri Sayyidil Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab wal Habib Ali bin Hamid wal Habib Syauqi bin Syahab wa ghairuhum minal ulama'il ajilla wal habaib. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam acara ini Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Allah kabulkan semua hajatnya.
Allah sembuhkan penyakitnya, Allah Ta'ala dekatkan kita kepada salaf kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita telah mendengarkan manaqib seorang imam yang luar biasa, yang ana sendiri baru pertama kali mendengarkan manaqib beliau, luar biasa. Itulah ahlul khumul. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak salafnya, yang selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Itulah yang ditanamkan oleh para ulama kita. Al-Habib Umar Al-Attas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-khumul al-khumul, tutuplah dirimu sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya, karena ad-duhur tampak ketika kita takut dipuji orang, itu akan membahayakan kita semua. Itulah thariqah habaib kita, thariqah para ulama kita. Mereka sembunyikan, mereka orang-orang yang hebat. Bahkan dikatakan di zaman Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, yang kita ketahui bagaimana wilayahnya, beliau mengatakan, para habaib mengatakan, ada orang-orang yang makomnya seperti beliau, ada bahkan ratusan orang, tapi yang lain diam. Satu yang dimunculkan yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Hadirin, thariqah itulah yang dibawa oleh para habaib kita ke Indonesia, maka kita mendapatkan rasa yang enak, tumakninah yang luar biasa ketika kita mendengarkan manaqib beliau. Ketika kita bersama-sama mendengarkan hal seperti itu, kita dibawa lagi ke satu masa yang luar biasa, waktu Safa, waktu orang-orang yang hatinya bersih. Alhamdulillah, ini juga sebagai obat. Kalau di zaman sekarang, mudah-mudahan belum sampai kepada zaman yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Asim radhiyallahu taala anhu, kalian akan mendapati satu zaman nanti. Di zaman itu, intarghab ila alimin wajadtahu maftunan bidinihi, maftunan biaqidatihi, maftunan bidunya. Kalau kamu nanti suatu saat datang kepada orang yang alim sekalipun, nanti kamu akan mendapati orang alimnya tadi sedang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik apa itu? Akidahnya mungkin akhlaknya, mungkin kecintaannya kepada popularitas, atau yang lain-lain. Wa in targhab ila abidin, kalau kamu datang kepada orang yang abid, yang ahli ibadah, wajadtahu jahilan makhdu'an, kamu akan dapati orang jahil, alim, ahli ibadah afwan, tetapi dia bodoh. Dia beribadah dengan semau-maunya. Dan ini bermasalah ketika orang-orang tadi beribadah tanpa mengikuti ajaran salafnya. Nanti orang yang berikutnya, generasi berikutnya menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran. Bahkan kalau andai kata Habib, alangkah nikmatnya kalau kita bisa melihat video daripada Habib Ahmad, atau bagaimana kita bisa melihat ada filmnya, nasihat-nasihat Faqihul Muqaddam, atau nasihat-nasihat orang-orang yang terdahulu. Alangkah bagusnya itu, tapi kita nggak mendapatinya. Maka kita hanya menerka-nerka. Tetapi kita yang saat ini ada akan dijadikan dalil untuk orang-orang generasi setelah kita. Jika kebatilan-kebatilan tidak diingkari, maka nanti orang-orang akan mengatakan, dulu ustadz saya, dulu guru saya, dulu orang tua saya melakukan ini dan itu. Hadirin, pernah suatu saat Al-Habib Attas Al-Habasyi radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau difoto. Al-Habib Abdul Qadir Segaf radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya punya fotonya Faqihul Muqaddam, ana punya fotonya Faqihul Muqaddam, ente mau lihat? Kata Atas, mau, saya mau lihat.
kata Habib Abdul Qadir, begitu juga orang-orang setelah itu, setelah kita ini nanti ingin melihat wajah Habib Athos seperti apa, Habib Abdul Qadir seperti apa, maka difoto itu. Maka dikatakan mau Habib Athos mau difoto cuma satu kali itu karena disimpan untuk generasi berikutnya. Hadirin rahimakumullah, kerinduan kepada salaf adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu pada orang tua, kita cinta, ingin meneladani orang tua, itu benar-benar anugerah. Kalau tidak diberi anugerah, kita akan membuat thariqah sendiri, kita bikin cara yang tidak diridhoi bahkan. Hadirin rahimakumullah, Al-Habib Ahmad bin Hamid radhiyallahu taala anhu dengan ilmunya, dengan ketawaduannya, dengan sanad ilmunya yang begitu baik, kita merasa senang mengambil sesuatu, mendengarkan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ramli radhiyallahu taala anhu, mendengar saja wali-wali itu, cerita wali kita dengarkan, kita akan mendapatkan berkah dan Allah akan menjadikan kita semua kecipratan daripada keberkahannya. Hanya mendengarkan saja. Maka kalau kita hadir haul, hadir apa, dengarkan menakibnya, dianggap orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis-majelis seperti ini menganggap ini majelis biasa-biasa saja, padahal tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala as-saqi baqi, sang pemberi masih hidup. Allah ketika kita diceritakan tadi manaqibnya Habib Ahmad, kemudian kita timbul rasa kagum, timbul rasa keinginan, timbul rasa ingin sama seperti beliau, maka Allah akan berikan kita juga. Tinggal kita mempersiapkan hati kita. Hadirin rahimakumullah, coba sekarang saat ini betapa kita menginginkan ulama yang qudwah, yang menjadikan qudwah di tengah-tengah kita saat ini. Keadaan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, ada sekolah yang mengajarkan dansa anak didiknya dansa, dan itu sudah ditegur. Itu bagaimana? Dikatakan ini adalah seni, ini adalah olahraga. Ke depan lagi lebih rusak lagi. Apa yang terjadi di tanggal 25 Desember? Hari apa itu? Hari Natal. Hari Natal, anak pesantren dibawa, semua anak-anak dibawa pesantren. Anak pesantren ini di kota yang tempat saya tinggal, ya, itu ada satu pesantren, murid-muridnya dibawa semua ke gereja, kemudian bawa rebana, Tala'al Badru alaina, pujian suci dari mulut orang-orang yang suci, dari hati orang-orang yang suci. Dulu para sahabat yang memuji Nabi Muhammad SAW, dipakai lantunan-lantunan itu dipakai untuk ke gereja. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Maka kita harus berhati-hati saat ini. Saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Hal-hal yang kira-kira akan dijadikan panutan untuk para asatid, para sekarang banyak difoto, disebarkan di mana-mana, jadilah itu jadi dalil kita nanti. Yang kita lakukan kita menjadi dalil. Dulu kan nggak ada orang Islam mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Tapi karena sekarang banyak orang-orang yang membolehkan, akhirnya orang Islam semua ikut-ikutan. Tidak bisa terbendung lagi, nggak bisa terbendung. Contoh lagi, saya tidak mengatakan ini baik atau tidak baik, halal tidak halal, nanti bisa dipertanyakan kepada para ulama yang ada di kota ini. Ulang tahun, selamat ulang tahun, itu mungkin tanyakan kepada syiban-syiban kita, pernah nggak ada ulang tahun dulu Habib Ali? Ada nggak kita dulu merayakan ulang tahun? Orang tua ini, ya, saya nggak ingat itu ada ulang tahun, ya. Saya tidak mengatakan halal atau haram, boleh atau enggak. Tapi ini musim-musim jahat luar biasa ini, ya. Ada diviralkan Habib Fulan ulang tahun, Habib Fulan ulang tahun, dan kita sudah sampaikan kepada Habib Nagib, ini kenapa jadi begini? Ya, acara mungkin duduk bersama-sama, tiba-tiba sampai seluruh Indonesia, berarti ulang tahun boleh. Dulu saya masih ingat, itu banyak para habaib bilang, jangan, ini ada tasyabuh. Ya, saya tidak mengatakan itu boleh atau tidak, karena tidak semua yang diperbolehkan harus dipertontonkan, belum tentu. Apa contohnya? Kalau kita sholat terlambat, sholat fajar, kita biasa sholat sunnatul fajar,
kita sampai ke masjid, sampai di masjid, kita belum sholat fajar, kita boleh mengkodoknya setelah sholat. Begitu kan? Dalam fikih kan begitu. Boleh kita mengerjakannya, tapi tidak boleh dilihat orang. Tidak boleh di masjid. Di masjid kemudian kita orang bersalam semua, bangun. Kenapa? Tadi, tidak semua yang benar itu wajib dipertontonkan. Apalagi yang dikhawatirkan kita nanti untuk menjadikan panutan pada anak-anak kita setelah ini. Kemudian yang kedua, mungkin yang terakhir. Sekarang banyak perempuan-perempuan berdakwah. Ya, dakwah, masya Allah, da'iyah ini luar biasa banyak ya. Saya tidak menceritakan di sini, mungkin nggak ada di sini. Ya, yang ada di sana di Pulau Jawa sana. Ya, itu yang terjadi. Dai, acara maulid, acara haul, keluar semua perempuan meninggalkan suaminya. Ya, suaminya terbengkalai, istrinya berdakwah, bukan cuma berdakwah, hadir juga untuk dakwah. Hadir untuk berdakwah, hadir hall, berangkat keluar kota ke sana, hadir ke sana sini, kemudian pada ada kewajiban. Ada kewajiban yang terbengkalai gara-gara itu tadi. Makanya kita juga nggak boleh mencontoh orang itu, oh itu Habib itu berdakwah, kemudian perempuan mau berdakwah, beda caranya. Ya, seperti orang laki-laki mau tobat, kemudian saya juga nggak pakai jilbab, kemudian saya pakai jilbab, nggak boleh juga. Ya, sama seperti itu orang berdakwah juga, laki-laki perempuan berdakwah keluar kota, hadir hall ke sana sini. Ini ada nasihat bagus dari Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Intinya beliau mengatakan, kalau kita baca manaqib, kita dengarkan tadi syekhnya atau Syekhul Fatah, syekh yang mengantarkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap wali itu pasti ada Syekhul Fatah. Dan untuk semua wanita, Syekh Fatahnya adalah suaminya. Jadi nggak usah cari kemana-mana, wali kemana, kuburan di mana, ya, nggak usah putar-putar kemana. Khidmah kepada istri, pada suami, itu Syekh Fatahnya. Bahkan beliau mengatakan, bagaimana jika wanita tadi suaminya bukan orang yang baik, bukan orang yang alim, orang yang biasa-biasa saja. Beliau mengatakan, sekalipun, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad, sekalipun suaminya orang yang tidak baik, tetap dia wajib taat kepada suaminya supaya mendapatkan keberkahan. Ini mungkin bisa dijadikan evaluasi kita bersama, ya, untuk melihat tadi hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Habib Muhammad bin Abdullah mengatakan, bagaimana dengan wanita yang tidak ada, yang tidak mempunyai suami? Beliau mengatakan, syaikhuhu atau syaikhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah panutan kita bersama. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, meneladani sahibul haul dengan sebaik-baiknya, merasakan, menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seluruh para wali adalah imamnya Nabi Muhammad, qudwahnya adalah Nabi Muhammad, teladannya adalah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT tanamkan di hati kita sedalam-dalamnya kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insyaallah di dunia bersama Nabi Muhammad, di mahsyar bersama Nabi Muhammad, di sirat bersama Nabi Muhammad, dan insyaallah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan kepada sahibul haul Al Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Rabbi anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Hadza wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu berharga petuah-petuah yang kita dengarkan, mudah-mudahan bisa kita ingat dan kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara. Al-Fakir sebagai Raisul Barnamid mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan-ucapan. Sebelum kita mendengarkan talqin zikir dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, marilah kita dengarkan kalimat tasyakkur.
Kalimat tasyakur insyaallah disampaikan oleh Al-Habib Muhsin Al-Habsyi. Namun sebelum itu kita dengarkan kalimat tasyakur talqin sedikit oleh Habib Muhsin Al-Habsyi. Sebelumnya kalimat tasyakur disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Bagir bin Abuya Naufal Al-Kaf. Alaihi falyatafaddal mashkur. Udhkurus salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal muhimmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. أما بعد, Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara haul al-arif billah ad-da'i ila Allah al-wali al-jad al-habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah, tahun demi tahun kita menghadiri acara haul al-habib Ahmad di kediamannya langsung, di rumahnya al-habib Ahmad, yang mana di rumah beliau pasti beliau di situ beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji rumah-rumah yang mana rumah di situ dijadikan untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dikatakan oleh para ulama, para mufassirin, buyut yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah dan juga rumah-rumah yang mana di rumah tersebut disembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah Al-Habib Ahmad terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya arwah para salihin, ruh Al-Habib Ahmad insyaallah hadir pada pagi hari ini. Dikatakan oleh Imam Sayyadi, darul waliyyi idza ma mata amiratun laha min al-hali abwabun wa arkanu ka'annahu hadirun fiha bihayatihi yarahu man fihi imanun wa irfanu. Alhamdulillah, tidak panjang lebar berdirinya saya di sini hanya perwakilan dari keluarga besar Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf untuk mengucapkan rasa syukur kami, terima kasih kami atas kehadirannya antum semua, khususnya para habaib, para tetamu, para syiban, para asatid, para hadirin, dan semua yang membantu atas terlaksananya haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa kalian dengan khairul jaza. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan langkah kalian untuk menghadiri haul ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hasanat, dan setiap langkahnya dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan falyukafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man aula rajulan min bani Abdul Muttalib ma'rufan falam yaqdiril Muttalib ala mukafa'atihi fa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini nanti di hari kiamat diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir,
Kami, keluarga Al-Habib Ahmad, meminta maaf kepada hadirin yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dari segi apapun. Kami meminta kepada antum semua untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqinu zikir dan doa kita mintakan kepada Al-Habib Muhsin Al-Habsyi. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية للسيد الحبيب علي زين العابدين بن محمد السقاف، وللسيد الحبيب سقاف بن محمد السقاف الحداد، وللسيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبشي، وللشريفة خديجة بنت حسين الحداد، ولمن أوصانا بشفاء اشبههم شفاء عاجلا حسين بن علي، وللسيد حسين بن علي بن شهاب، الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادره بعد سقما ولا ألما. على هذه وكني صلوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تقبل من العلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وارحم المسلمين وسلم. الحمد لله رب العالمين. Satu nampan 4 orang. Satu nampan 4 orang. Pengantinnya jarak dulu. Mana ya? Stop.